وريحته وحشه. احنا جينا عند فسيخ ام مكه عشان نجرب الفسيخ بتاعها لتاني مره، بعد ما الناس كتبت لي في الكومنتات ان انا قابض وان انا واخد وان انا بقول حاجات غلط. فهو يا جدعان الفسيخ اصلا مخلل، فانت لو ما بتحبوش ما تاكلوش. فاحنا جينا لفسيخ ام مكه تاني عشان نجرب فسيخ ام مكه. فسيخ ام مكه ده بص، ده برطمان مخلي كيلو، يقول لك الفسيخ هنا ليه تكه ويوديك في حته تانيه. وريحته وحشه، بس هم بيقولوا طعمه حلو. لو ما جربته المره اللي فاتت كان طعمه حلو، بس المره دي الريحه هبه شويتين ثلاثه. دي اجمل لحظه الستات كلها بتحبها. طبعا هنا بقى مفيش معلقه ولا شوك ولا الكلام ده، بما انك بتاكل فسيخ يا اما تتعامل بايدك يا اما ما تاكلش. وبعدين احنا بناكله في الشارع، فمعنى اصلا ان انت تاكل في الشارع هتتكسف تنزله بايدك، لا هنزله بايدينا عادي. بص كده ده شكل الفسيخ من عندهم. وعايز اقول لكم حاجه، ان انا هفطر فسيخ ولاول مره افطار فسيخ ورنجه. ليه بقى؟ لان انا لسه صاحي من شويه. ادي الفسيخ يا معلم، بسم الله. بصوا بصراحه عايز اقول لكم ان الفسيخ المره اللي فاتت كان احسن من المره دي بكتير. الفسيخ ده يعني بصراحه مش احسن حاجه بالنسبه لي، شغال والطعم بتاعه مش قوي. ممكن يكون البرطمان اللي جاي لنا، او ممكن تكون الحته دي، ممكن. فهي اذواق. المره اللي فاتت قلت لك ان هو جامد قوي 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 وبوم، وكان فورتيكا زي ما قلت لك. دي هقول لك دي برضه. خش على الرنجه، ودي اجمل لحظه. دي حته رنجه. بص يا جدعان، الاكله دي تحب الطحينه ولازم تبقى خام. ليه بقى؟ دي بتخفف معاك. الطحينه اساسي في الحاجات دي وبتخلي طعم الاكله دي حلو. بما اني بقى لسه صاحي وضغط الفطار بتاعي، فلما اكل بصلايه على طول بعملها كده. بقول لك ايه، تاكلها وتنام. يعني دي تاكلها وتنام في اي وقت بصراحه. تعالى تعالى يا احمد تعالى. واحلى حاجه في الموضوع ان احنا جبنا فيه كولا منتج مصري، وخليك دايما مقاطع. دي كانت تجربتنا من ام مكه. انا جيت النهارده عشان احسم الجدل. الفيديو اللي انا عملته جاب 5 مليون مشاهده، وناس ناس لا انت واخد انت. فانا جيت النهارده بصراحه وقلت لكم التجربه. دي كانت تجربتنا من ام مكه. بحبكم في الله.